هي النهارده مربوحه قوي 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 قوي. الاهلي كسب الحمد لله الزمالك، وكسب السوبر ولا كسب الدوري ما بقتش عارف بقى بيكسب هو كاس وخلاص. وبرشلونه كسب الحمد لله 4-2، وليفاندوكس حط هاتريك، الراجل اللي بيصالحنا كلنا لانه كان اداؤه زي الزفت قبل كده، عمل لنا احلى مفاجاه في حياتنا. لا ومش بس كده، وباريس سان جيرمان كسب في الدقيقه الاخيره بهدف من جوني فيس، نص الملعب هو اللي كسب باريس سان جيرمان النهارده. والمفاجات لسه ما خلصتش النهارده، ريال مدريد بيتعادل مع رايو فايكانا عشان يبقى الفرق ما بين برشلونه وريال مدريد هم 3 نقط بس. احنا جايين خلي بالك، خاف مننا بقى. نبدا بماتش برشلونه عشان لامين يامال لسه مضيع انفراد حالا دلوقتي، لسه مضيع انفراد دلوقتي قدامي اهو، ده انفراد جابه في العارضه، مش مهم انا مسامحه. لامين يامال الماتش ده ومن ساعه ما ساب نيكي نيكول بيقدم قسم بالله العظيم عظمه، مش بس عشان جاب جونين والكلام ده، لا 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 لا. لامين يامال بقى بيرجع، لامين يامال بقى بيرجع يساند. يعني لامين يامال في كوره استلمها في الدقيقه 77 او 78 وهو يعني كوره اتلعبت له في الدفاع، هو واقف في الباك، هو واقف باك رايت، انا هلعب هنا النهارده. وده شيء احنا ما كناش بنشوفه بقالنا كتير فشخ، ده هو كان الباشا، ده باشا المجال ده. غالبا هانز فليك مسكه في البتاع بالخرزانه، قعد يديله على تيزو. واهم حاجه طبعا ما تنساش ان احنا اصلا عندنا كميه مصابين، يعني عندنا لسته بسم الله ما شاء الله قد كده اهو، سواء في برشلونه او باريس سان جيرمان، الاثنين ما شاء الله العظيم عاهات مش بني ادمين. برشلونه كان نصين، يعني نص بيلعب حلو قوي ونص بيلعب وحش قوي، يعني احنا عشان كده كان عندنا ايه مشكله في النص بقى، اللي هو ايه، انت عندك الهجوم فشيخ، عندك الدفاع فشيخ برضه، بس الناحيه الثانيه على سبيل المثال عندك الجول الاول ده فيه باصه ضربت 5 لعيبه طلعوا بره الكوره خلاص، هو واحد راح هو الجون بقى، اللي هو مساء الخير ما تيجي احط جون كده نشوف الدنيا ماشيه ازاي معاه. مش ممكن الدفاع، مش ممكن الدفاع، يعني احنا الحمد لله كسبنا 4-2 والحمد لله، الحمد لله والشكر لله ليك يا رب، الحمد لله ان احنا كسبنا يعني طبعا. بس طب هنعمل ايه؟ طب هنفضل بالدفاع ده، هنفضل بالدفاع المتقدم ده؟ يا عم هانز فليك بالله عليك ارحمنا. ماتش ريال مدريد بقى ورايو فايكانو، انا ما اتفرجتش على الماتش كله، اتفرجت على حته منه بس. انا حقيقي يعني كنت بروح وارجع على الماتش، لا 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 لا، ده انشيلوتي ده انا عارفك والله العظيم من السيزون اللي فات، انت بص نازلك تاكل لك لبانه وتلغت شويه هتبقى انشيلوتي بالظبط. كميه مفيش لعب، يعني كميه من غير كوره، كميه مفيش حاجه لا كبيره، يعني اللي هو حاجه كبيره قوي ما فيهاش حاجه، يعني احنا قاعدين ما بنعملش حاجه. فينيسيوس بيحنكش، بلينجهام بيحاول يجيب جول لوحده، ما حدش هو عايز يجيب جول لوحده بما يرضي الله كده، اللي هو عايز اخش اجيب جول لوحدي. وامبابي واقف اللي هو طب انا هعمل ايه ما بين العبط دول بقى دلوقتي النهارده؟ ده منزل رودريجو في الدقيقه حاجه و70، طب انت مستني ايه عشان تنزل رودريجو يلعب على ناحيه اليمين؟ انت منزل، انت مش متاخر شويه؟ ده الرقم ده مش حاسس انه متاخر يعني، ولا انت شايف ايه؟ فانا ماتش ريال مدريد الصراحه ماليش عليه كلام كتير قوي، ولا ماتش الاهلي والزمالك هتكلم عليه لان انا ما بحبش الدوري المصري، ما بحبش اتكلم على الحاجات المصريه عشان بتشتم وبتهزق، غير ان انا بتشتم هنا يعني، بس التهذيب يبقى اكتر شويه، انا ما بحبش يجيبوهم من الشتيمه صراحه. تيجي بقى للكريزه الحاجه اللي هي اللي ما شفتهاش قبل كده، ماتش ليفربول ومانشستر سيتي، انا ما شفتش والله العظيم، انا ما شفتش كميه دومينيشن للدرجه دي، انا ما شفتش لعيبه مش قادره تتحرك من كتر ما هي عارفه ان هي كده كده هتخسر برضه حتى لو حاولت للدرجات. جيريمي دوكو يا نهار اسود ومنيل، ايه يا ابني في ايه مالك يا حبيبي؟ انت خدت فياجرا انت ولا انت عملت ايه؟ انت ماسك برادلي اللي هو كان المفروض ماسك فينيسيوس جونيور معاه العافيه وكان حاطه في جيبه والكلام ده، لا لا مفيش الكلام ده خالص، لا لا دوكو مسح بامه الارض. انت النهارده اللعبه بتاعتي، انا هاجي اتسلى عليك، انا هاجي اخطف الكوره منك وههزقك وهفرشك على الارض وهنيمك وهصحي، هعمل فيك كل حاجه وهعدي وهجيب جون كمان وهعمل اسيست، يلا. اي نعم كوره ضربه الجزاء مش ضربه جزاء، بس هي كده ضاعت فمش هنتكلم عليها. والكوره بتاعت مانشستر بتاعت ليفربول، الكوره الهيد دي هي جون ما فيهاش اي مشكله خالص، بس هي ما اتحسبتش، واحنا عارفين العهر التحكيمي دي مش حاجه جديده، دي مش على فريق معين بعينه، يعني هو كده العهر التحكيمي في الدوري الانجليزي ده بشكل عام وواضح انه ملوش حل، يعني احنا هنفضل كده خلاص. بس اتفرج على اي كوره مانشستر سيتي كان بيطلع بيها هجمه، اتفرج انت على اللي بيحصل بقى، تلاقي مثلا 6 7 لعيبه داخلين على 3 4 لعيبه، طب هم هيعملوا ايه برده؟ ما هم ناس غلابه يعني فان دايك كوناتيه برده ناس على قد حالهم وناس سنها كبر وما بقتش شايفه حاجه وبتاع، هيعمل ايه؟ طب هيخش جول هيهبب ايه يعني؟ ولا مع الحلوف الثاني اللي بيخش يطلع يجيب الكوره من الدور التاسع فوق ده، هيطلع يجيب له ازاي؟ يجيب سلم بقى يقف عشان يستقبل الكوره ولا حاجه، لان هو ما حدش هيجيبه من فوق خلاص. واخيرا وليس اخيرا بقى، احلى مسا من محمد عادل لشيفيليه وزبرني، الله يحرق ديك ابوكم انتوا الاثنين، انتوا كنتوا هتضيعونا وكنتوا هتجيبوا لي غلطه وكنتوا هتشلوني، لان الكوره اتلعبت. الجون الثاني بقى الليون، اسمع بقى الجول، خش اتفرج عليه انه جول حلو اصلا. اسمع بقى الكره اتلعبت بايه؟ ما بين قلبين الدفاع، يعني ما بين باتشو وما بين زبرني، بس زبرني كان اقرب منه خلاص. الواد لف فضل مستني الكوره عامل كده، وزبرني واقف ما بيعملش حاجه، وشيفيليه متقدم فضل عامل كده لحد ما الكوره جات له، واخد بالك؟ استلم الكوره ولسه ما حدش ضغط عليه برضه، قام لافف، لا ايه ده؟ شيفيليه متقدم معقوله؟ قام حاططها من فوقيه. شيفيليه بقى مش يلف يجري زي الحصان عشان يحاول يلحق ولا حاجه، لا لا، بيبص عليها كده، قامت داخله جول.
فده يعني واخد بالك؟ بعيدا فرانكي ديونج اتطرد دلوقتي، بس يعني ما علينا. يعني كده برشلونه بقاش عندها نص ملعب تلعب بيه خلاص، ما هو بدري مصاب وفرانكي ديونج دلوقتي مطرود لمده 3 ماتشات، الماتش الجاي هنخسره كده كده يعني تمام. بس انا عايز بقى اخصص شويه وقت كده لفيتينيا. فيتينيا يا جماعه الكوره اتفرج على دي، دي اتلعبت باص، الباص ده جه من الجول الاولاني لزير امري. زير امري اللي هو بدا يتحسن شويه من بعد ما ساب الجير فريند بتاعته، غالبا هو ولامين يامال عملوا يعني ايه اللي احنا عملوا، احنا هنسيب صحباتنا عشان نتحسن في الكوره. وجو نيفيس بيسجل الهدف الثاني على التوالي، وقبل ما يتصاب كان بيسجل كل ماتش وبيجيب جوان دبل كيك وجوان سايد كيك وبيعمل كل حاجه. احنا خط نصنا اللي لحقنا لحد دلوقتي والله، احنا ماشيه معانا بخط النص، لا هجوم ولا دفاع، ماشيه معانا بخط النص، عشان الهجوم كله مصاب والدفاع مش شايف، والدفاع برده مصاب عامه يعني. فالنهارده كان يوم مربوح يعني بصوره عامه كده. الاسبوع الجاي غالبا هتبقى المصايب كلها، مصايب بقى باريس سان جيرمان، على مصايب الشامبيونز ليج مع باريس سان جيرمان، على مصايب برشلونه في الدوري، على مصايب برشلونه في الشامبيونز ليج. فالله يستر بقى، الله يستر علينا والله العظيم، احنا ربنا يستر يعني. انا بس عايز اشوف ايه، انا من اهم الماتشات اللي قاعد اتفرج عليها ماتش ريال مدريد قدام مانشستر سيتي. عايز اشوف الوحش اللي خسر قدام اللي ليفربول ما عرفش يعمل معاه حاجه هيعمل ايه مع اللي كسب اصلا. ليفربول كسبه، انا مش عارف ده هيحصل ازاي بالاداء الحقير اللي انا شفته مع ريال مدريد والاداء الفشيخ اللي اتفرجت عليه على السيتي ده. انا هستمتع ساعتها، لان انا لو هتفرج عليه وريال مدريد بيقولوا بليز دونت فاك مي يعني غالبا.